بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهاردة آم، هو لكل أم بتجهز بنتها أو لبنوتة بتجهز نفسها، والحاجات بقى المهمة المفيدة في المطبخ بعيدا عن النيش بقى والحاجات آم، الأسطورية بتاعت زمان دي. لا، احنا في حاجات دلوقتي حديثة بتنفعنا ومنجزة معانا في المطبخ وهتسهل علينا حياتنا. آم، من الحاجات دي يا بنات اللي احنا هنتكلم عنها طبعا على رأسهم طبعا الكبة. الكبة من الحاجات اللي بتسهل معاكي حاجات كتير قوي، فرم البصل، اللحمة، الفراخ. لازم تكون في مطبخك طبعا، ولازم لو أم بتجهز بنتها دي حاجة أساسية من أساسيات المطبخ دلوقتي، إنك تجيبي لبنتك كبة أيا كان نوعها بقى، بس يعني يفضل يكون نوع كويس نضيف يعيش معاها. يكون الموتور بتاعه كويس يستحمل فرم لحمة فراخ. الموضوع ده بيسهل معاهم كتير قوي، فالكبة من الحاجات المهمة جدا. برضو من الأجهزة المهمة إنها تكون في مطبخ بنتك مضرب البيض، أو في مطبخك مضرب البيض مهم جدا. في كل الحاجات، في الآيس كريم، في الكيكة، في الكريم شانتيه، في معظم الحاجات. دلوقتي في بقى البديل مثلا لمضرب البيض. في عندنا اللي هي الهاند بلندر، دي بتبقى متعددة الاستخدامات، يعني ممكن نفرم فيها مثلا الحاجات بقى اللي هي البهارات، الحاجات الخفيفة، يعني المكسرات. دي ممكن في الطحن طبعا حلوة، بس الحاجات الخفيفة. وده عندنا الهاند بلندر دي حلوة جدا وعملية قوي في ان انتي ممكن تفرمي لك الحاجة وهي في الحلة، يعني ان انا مش بستهلك حاجات كتير او حلل كتير او الخلاط وبعدين اغسله. لا، انا ممكن في الحلة واظبط الدنيا يعني. وفي برضو بيبقى الهاند بلندر برضو بيبقى معاها مضرب بيض، وبيبقى معاها الشفشق بتاعها، فده برضو بيبقى منجز قوي وعملي قوي. لو بقى بنوتة غاوية عجين وغاوية معجنات، فالعجان طبعا من الأساسيات دلوقتي في المطبخ. مريح قوي، وفي منه أشكال وأنواع كتير قوي، وأحجام طبعا، وأسعاره بتتفاوت طبعا على حسب مستورد منين أو صناعة مصرية. في منه اللي هو بيبقى معاه خلاط ومعاه مفرمة، يعني 3 أجهزة في بعض، بيبقى أغلى شوية، بس يعني كأنك اشتريتي 3 أجهزة، بيبقى خلاط ومفرمة لحمة والعجين. ده برضو تحفة قوي، وكل واحد طبعا وإمكانياته، ولو تقدري تجيبيه يبقى تمام. طبعا القلاية الهوائية أو الاير فراير اللي هي دلوقتي البنات بيتجننوا بيها، دي من الحاجات التحفة قوي اليومين دول، ومنجزة قوي وصحية، ولو بنوتك بتشتغل أو حاجة فهي بجد عملية قوي معاها في كل حاجة، يعني في شوي فراخ، في بطاطس، في كل الحاجات ممكن تعملها في الاير فراير. هي بتبقى غالية شوية، بس يعني كل واحد وامكانياته برضو. لو انا قادرة ان انا اجيبها لبنتي ف ليه لا، يعني هي عملية قوي وحلوة، وكل البنات بيبقوا مبهورين بيها دلوقتي. وفي منها انواع برضو واشكال كتير واحجام برضو، ولو تقدري تجيبيها فيعني ليه لا. هنتكلم كمان عن حلة الضغط. هي برضو من الحاجات المنجزة قوي في المطبخ، اللي هي بتسوي معظم الحاجات اللي بتاخد وقت كبير قوي في وقت قليل، في وقت قياسي. فبرضو منجزة قوي لبنوتك لو بتشتغل، او لو ليكي لو بتشتغل يعني، فدي حاجة عملية، او لو عندك عزومة فهي بجد تحفة جدا. وعندنا كمان الميكروويف او الفرن الكهربائي، ده من الحاجات العملية في المطبخ قوي، وبرضو بشوفه من اساسيات المطبخ لانه بجد بينجز معاكي كتير قوي. وفي منه انواع واشكال كتير، وفي منه ميكرويف وفرن كهربائي. طبعا كل واحد حسب امكانياته برضو، ودي من ضمن الحاجات برضو لازم تبقي حاطاها في خطتك وانتي بتجهزي بنتك، لانه فعلا مريح، وبنتك هتدعيلك يعني وهي واقفه في المطبخ، لانه بجد منجز قوي. ولو في امكانياتك برضو ان انتي تجيبي لها فليه لا يعني.
اتمنى يا رب تكونوا من من الفيديو الصغير ده اللي هو او بيعرفنا من خبرة السنين ومن وقفتنا في يعني كتير، انه ايه الحاجات العملية وايه الحاجات وايه الحاجات اللي بتنجز معانا الوقت واللي هي بتسهل علينا الدنيا وبتحببنا في وقفة المطبخ. مش بتكره البنات في وقفة المطبخ، لا، لما بلاقي أجهزة قدامي بتظبط الدنيا معايا وبتسعفني فمش هكره وقفة المطبخ. فأتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، واتمنى من اللي شاف الفيديو ان هو يعمل اشتراك في القناة. اشتراككم هيساعدني جدا وهيوصلكم كل جديد، واي فيديو هنزله هيوصلكم باذن الله. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويا رب يعمر بيوت بناتنا يا رب بالحب والخير والمودة يا رب العالمين.